رياض محرز وحده يشري الملاعب تاع المروك كامل المجتمعيه، يشريها يعني يشريها بفلوسه. يعني هما راهم على بالك الملاعب هذه راهم بانيينها بالكريدي، بالقروض البنكيه. الملاعب راكم تشوفوها مبنيه بالقروض البنكيه. احنا رياض محرز يشريهم، رياض محرز يشريهم، يشري الملاعب هذه يشريها بفلوسه بامواله. قال لك راهم سرقونا بانو. يا ودي على البليس كيفاه؟ قال لك سرقونا بانو. فرقوا ايامات. قال لك يا خويا بولبينا والله ما على باليش سرق لنا المكسرات من الفندق. يا ودي خاف ربي. هاو انت نعطوكم معلومه، يعني هذه معلومه سواء الجزائريين ولا وليدات بوسبير اللي راهم ينقزوا عندي هنا في اللايف هنا. المنتخب الوطني كي يقلعوا منا داو معاهم الطباخين تاعهم، المواد اللي يطبخوا بها داوها منا من الجزائر، اللحوم نتاعهم، الاسماك نتاعهم، قهوتهم، حليبهم، كل الاطعمه، الفواكه كلها اخذت من هنا من الجزائر مباشره، راحت معاهم، راحوا بالطباخين نتاعهم، راحوا يعني لاكويزين مشات معاهم، لاكويزين تاعهم. والصور هذيك اللي الفيديوهات من بعد فضحهم التلفزيون الفرنسي فرانس 24 هي اللي فضحتهم. قالت يا ودي الصور هذيك اللي راهم يروجوا فيها المراركه على انه اللاعب جزائري دال المكسرات هذيك يا ودي راهي في ملعب، في الملعب اللي يدربوا فيه الجزائريين، وحتى اللي يقوبلي الماء نتاعهم كلش جزائري، حتى اللي يقوبلي اللي يشربوا فيهم يعني جزائريه، داو منها من الجزائر. يعني لا يوجد جزائري كلا حبه نتاع طعام من المروك. يعني نحكي على الفريق الفني يعني ليكيب ناسيونال مع الاداريين والفرقه اللي مشات منها. قال لك يا ودي الفريق الجزائري ما مش متربيين. واش يا سيدي واش بهم؟ قال لك هذاك بونجاح نحل التيشيرت نتاعو وبدا يجري عريان في الملعب، والاخر راح عموره راح تكسل وتنمر على هذاك الكونغولي وداروا بها حكايه. يعني مشاو بعيد 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 في الاساءه للجزائريين، ما مش مربينا. يا ودي بونجاح دار يعني الشيء اللي يديروه كامل اللاعبين تاع العالم، يقلع التيشيرت ويجري وفرحه، يعني اسلوب تاع التعبير تاع فرحه موجود في كل ملاعب العالم. دارها رونالدو، دارها ميسي، داروها كامل الدنيا كامل دارتها، يعني داخله في اجواء كرة القدم وفي اجواء الفرحه نتاع كرة القدم. ولكن الراجل بالتيشيرت قلع التيشيرت، لا داروها قضيه، يعني قضيه تربويه وقضيه اخلاقيه، مع العلم انه الملك تاعهم يتعرف قدام بوزعيطه وجماعه عموره. وش بيك ثاني مع عموره؟ قال لك هو الاساءه الرمز التاريخي وهذو الجزائريين مش مثقفين ومش مربيين وكذا. هي بصح يعني نقعدوا نهضروا بالعقل يا سيدي نتفاهموا. وهذاك باتريس لومومبا والله هذاك مشجع